اتصالكم بالماضي. يرجى الانتظار لحين تحويلك إلى ممثلي خدمة العملاء. شكرا لاتصالكم بالماضي. يرجى الانتظار لحين تحويلك إلى ممثلي خدمة العملاء. مكالماتكم طوال اليوم، علما أنه نظرا للظروف الحالية قد تطول فترة الانتظار حتى يتم الرد عليكم، وشكرا لتفهمكم. موبي مرة أخرى. حضرتك معايا يا فندم؟ أيوة يا فندم، أتشرف باسم حضرتك. مع حضرتك إبراهيم الموبيلي يا فندم. أهلا بحضرتك إبراهيم. سؤال حضرتك خاص بالرقم ده ولا رقم تاني؟ عفوا؟ سؤال حضرتك خاص بالرقم ده ولا رقم تاني؟ بمعنى إيه يا فندم؟ سؤالك يا فندم خاص بالرقم ده ولا في رقم تاني يا فندم؟ أستاذ إبراهيم حضرتك معايا؟ حضرتك اللي معايا يا فندم؟ أيوة يا فندم، أنا موجود مع حضرتك، اتفضل. تمام يا فندم. حضرتك يا فندم بتشرفني بالاتصال. سؤال حضرتك بخصوص إيه يا فندم؟ أنا يا فندم، أنت حضرتك بتتكلم خدمة عملاء موبينيل يا فندم. بمعنى إيه بتكلم خدمة حضرتك يا فندم اللي بتشرفنا بالاتصال؟ ممكن أعرف اسمك بالكامل؟ اسمي بالكامل؟ مع حضرتك إبراهيم. تمام. طب بص يا استاذ ابراهيم، انا واضح قدامي ان في ممكن يبقى تداخل حصل. انا حضرتك بتتكلم خدمه عملاء موبينيل. انت اللي بتتكلم خدمه عملاء موبينيل، مش انا اللي بتكلم. تمام. طب استاذ ابراهيم معايا صح؟ تمام. ممكن اعرف انت حضرتك قاعد فين يا فندم في الفلور؟ بمعنى ايه قاعد فين في الفلور؟ ايوه انت حضرتك دلوقتي انا بقول لك حضرتك بتتكلم خدمه عملاء موبينيل، حضرتك مش مصدقني. طب الاكستنشن بتاعك يا فندم رقمه كام؟ بمعنى ايه الاكستنشن بتاعي رقمه كام؟ يعني ايه اكستنشن اصلا؟ طب انت حضرتك دلوقتي بتتكلم ليه؟ او حضرتك باتصال حضرتك خاص بايه؟ حضرتك اللي بتشرفني بالاتصال، مش انا اللي بتصل بحضرتك. طب بص يا ابراهيم، انا دلوقتي قاعد في الاف. انا ايجنت ده قاعد في الاف. انت ايجنت؟ تتصل بيا؟ اقفل. على فكره مش بتصل. امال جت ازاي معايا؟ انا عارف ازاي الارض اصلا.